الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. قل للرياح أن تأتي كيفما شاءت، ما عدا السفن الزمالك تشتهي شيئا. الزمالك ورطة أو 5 6 ورطات حط نفسه فيهم، وبسببهم المدير الرياضي، بسببهم اللي عين المدير الرياضي. لكن الزمالك ورطة حقيقية. الزمالك في الفترات الأخيرة واحنا عارفين مشكلته هي الاستقرار المالي. الاستقرار المالي هي مشكلة الزمالك وليس الاستقرار الإداري. لأن الطبيعي لو معك فلوس هتعرف تصرف نفسك، لو معك فلوس تعرف تخلص كل حاجة وانت مكانك، لكن لو مش معاك هتحتاس. الزمالك في الفترة الأخيرة شفنا له حاجات غريبة. من أول جون إدوارد المدير الرياضي الناجح في الفترة الأخيرة، وجه تولى إدارة المدير الرياضي لدى نادي الزمالك وعمل صفقات زي الفل لحد هنا تمام. إلا إن في بعض الحاجات وبعض الرتوش محدش خد باله منها. هو جون إدوارد جاب صفقات للزمالك والزمالك أصلا مفهوش فلوس. طب جاب صفقات منين؟ طب دفع للأندية بتاعتها إزاي؟ واحدة واحدة نعرف مع بعض. لايك ومتابعة علشان الفيديو يوصل لأكبر عدد. متنساش اللايك هيفرق معانا عشان الفيديو يوصل لكل الناس. القصة ما فيها عبد الحميد معالي عايز يفسخ عقده. طب عبد الحميد معالي عايز تفسخ عقدك ليه؟ عبد الحميد معالي عايز يفسخ عقده من الزمالك لأنه ليه الأحق إن هو يفسخ عقده في الفترة دي. ليه الحق إن هو يفسخ عقده؟ لأنه ليه أكتر من شهرين أو من وقت ما جه ما بياخدش أي فلوس، يعني مفيش مستحقات بتوصل له. طيب هو أصلا هيعيش إزاي وهيبقى عنده استقرار مالي علشان يبقى عنده استقرار فني ويديك اللي أنت عايزه؟ مفيش. أنت مش بتديله فلوس، فليه الحق إنه هو يفسخ عقده. طيب كمان النادي اللي جاء منه عبد الحميد معالي اللي تعاقد مع الزمالك، اللي تعاقد مع الزمالك عن طريق جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، وجاب عبد الحميد معالي. النادي ده عايز ايه؟ النادي ده اصلا كمان طلع ما خدش اي مستحقات ليه بخصوص الصفقة. يعني النادي ما خدش ثمن الصفقة او قسط او قسطين من الصفقة زي ما كان طلع في تصريحات وتكلموا ان جون ادوارد مدير رياضي ناجح علشان بيعرف يخلص الصفقات بفلوس اقل وكمان عن طريق الاقساط وليس كاش. فانت عندك مشكلتين دلوقتي. عبد الحميد معالي عايز يفسخ عقده ده حقه لانه من ساعه ما جه ما خدش فلوس. النادي رفع او هيرفع قضيه على نادي الزمالك في الفيفا بسبب المستحقات المتاخره بتاعت ثمن الصفقه. ده هو ما خدش فلوس اصلا، وكده الفيفا هيعمل ايه؟ هتتركن القضيه لان الزمالك ما معهوش فلوس دلوقتي. فالزمالك بدل ما يدفع $1 واحد هيدفع $2 او 3 زي ما احنا بنشوف مع كل الصفقات وكل الفترات اللي حصلت. انت القضيه بتتاخر، انت مش معاك تدفع دلوقتي، طب خلاص هدفع بعدين. هدفع بعدين انت لما تدفع يبقى تعالى لما يبقى معاك فلوس تعالى يا زمالك عندي في الفيفا. طيب انا لما يبقى معايا فلوس انت يا فيفا عايز كام؟ لا انا استنيتك براحتك وما اتكلمتش، ممكن اوقف لك القيد كمان. لكن انت لما هتدفع برضه يحصل ايه؟ انت هتدفع الدبل، يعني هتدفع 2 بدل 1. يعني الزمالك دخل في حوار كبير هو مش كده اصلا، لانه اصلا مش معاه يخلص اللي عنده واللي كده في الوقت الحالي علشان يدخل في حوارات تانية. طيب ايه كمان مشكلة اكبر؟ ايه المشكلة؟ شيكو بنزا عايز ايه؟ شيكو بنزا عايز يفسخ عقده ليه؟ ما خدش فلوس. طب والنادي اللي جايب منه شيكو بنزا برضه عايز يرفع قضية على الزمالك. طب ليه عايز يرفع قضية على الزمالك؟ برضه ما خدش فلوس. طيب ازاي؟ طيب وانت معرفني ان اللعيبة اللي عايزة تمشي كلها جعانة وانت مش بتديها فلوس؟ ده طبيعي تكون جعان، هتاكل منين؟ يعني انت مفهمني كل اللي عايز يمشي من عندك جعان وانا وراك وبهتف لك وبغني لك في كل مكان؟ طيب ازاي؟ انت مفهمني ان كل اللي عايزين يمشوا من عندك كانت مشاكل شخصيه وانهم جعانين وعايزين فلوس اكتر. طيب انت اصلا ما اديتهمش القليل بتاعهم
يعني القليل الخاص بيهم انت بدتهم الهوش. فانت ازاي دلوقتي هتيجي تفهمني ان هو جعان وان هو عايز اكتر؟ لا، دي مشكلة الزمالك وادارته والمدير الرياضي اللي هو جون ادوارد. كمان اخوان بزيرة، زي ما والده اطلق عليه او اتكلم في بعض الاونة الاخيرة ان الكل يناديه باخوان بزيرة لانه مش بيحب اخوان الفين. تمام يا عمو، زي الفل. ابنك اللي كان في جيب كوكا في القمة عايز يفسخ عقده. طب عايز يفسخ ابن عقده ليه؟ لأنك الزمالك ما ادهاش مستحقاته من يوم ما جه. طب والنادي اللي جه منه ابنك هيرفع قضية على الزمالك كمان. طب ليه يرفع قضية على الزمالك؟ لأن الزمالك ما دفعش ثمن الصفقة وما دفعش أول قسط من الصفقة. طب ازاي؟ طب في لغز. طيب هو الزمالك أصلا في الفترة الأخيرة ما عندوش فلوس يدفع، تمام؟ كلنا متفقين. الزمالك في الفترة الأخيرة ما كانش عنده أي فلوس يدفعها عشان يجيب صفقات، لكن كان يقدر يتصرف ويجيب لنا صفقات. طب مين اللي هيحاسب على الصفقات دي؟ جوني إدوارد. طبعا الجمهور. من الجمهور اللي بينزل اللعيب في الجمهور بيهاجمه، فاللعيب بيقول أنت إزاي بتهاجمني؟ فالكلام ده كله ملهوش يعني أي لازمة. اللعيب مش بياخد فلوس يا مشجع الزمالكاوي عشان يلعب. أنت عارف يعني إيه أيها المشجع الزملكاوي إنك مش بتاخد فلوس ومطلوب منك تلعب وتأدي نفس الروح وكأنك واخد ملايين؟ يا عم ده ما ادونيش مستحقاتي الأرقام العادية، ما ادوش النادي ثمن الصفقة بتاعتي. طب وبعدين نرجع لنفس النقطة، دلوقتي هتعمل إيه؟ الفيفا إيقاف قيد لنادي الزمالك. طب ده إحنا ما صدقنا فكينا القيد. طيب ما احنا صدقنا شفنا شوية استقرار صغيرين او اتضحك علينا في شوية استقرار وصدقنا وفرحنا. طب انت توقف لي قيد تاني، تاني من تاني ونرجع نعيد نفس القرار من تاني؟ طيب خلاص زي الفل. طب جون ادوارد عمل ايه بده كله؟ جون ادوارد راح جاب لك مدرب عالمي اسمه يانيك فيريرا، وقلنا ان كورته شبه كورة جوسفالدو فيريرا، وده ما شفناهوش خالص لانه خواف بطريقة لا توصف. وشفنا اخر كم مباراة ليه او من بداية الدوري، بس احنا كنا عايشين على امل ان هو ممكن هيجي منه فوز الزمالك النهارده، فعديله يا عم التريكات وعديله الفنيات اللي ما شفناهاش دي مش مشكلة. لكن شفنا اخر كم مباراة ليه وهو ضيع فنيا والفريق واقع والدنيا خربانة. انا ممكن ما الومش يعني فيريرا عادي. ليه؟ مش بياخد فلوس من اول ما جه؟ اللعيبه مش بتاخد فلوس، فاتأدي ليه وهو يشتغل بتاع ايه وليه كمان؟ فده الطبيعي. طيب ايه كمان؟ كمان في ثغرة ما حدش يتكلم عنها. الثغرة دي هي في عقد يانيك فيريرا. وعقد يانيك فيريرا المدرب بتاع الزمالك في ثغرات الإدارة بالمجلس كله ما يعرفوهاش، لسه مكتشفينها مؤخرا لما طلب يانيك فيريرا فسخ عقده بس. وإيه الثغرة دي يا عم جون إدوارد؟ الثغرة دي باختصار شديد إن يانيك فيريرا في عقده إنه حال فسخ العقد من أي طرف، مش من طرف الزمالك أو من طرف هو، إنه حال فسخ عقده ياخد مرتب سنة كاملة. طيب ده الزمالك مش عارف يوفر لك مرتب الشهر عشان يوفر لك سنة كاملة وهي تقدر ب400,000 جنيه. الزمالك ما معهوش أصلا فلوس، لما فتحوا الخزينة لقوا فيها 15,000 جنيه. مرتب مين ده أصلا؟ يعني ده 15,000 جنيه ولا تاهوا من مين ولا وقعوا من مين في خزينة الزمالك. الزمالك في ورطة حقيقية، الزمالك في مصيبة كبيرة. كمان الكلام في الفترة الأخيرة عن عودة جوميز. يا عم عودة جوميز مين؟ أنت مصدقهم؟ أنت مصدق نفسك؟ هيرجع إزاي جوميز؟ بأي حق ليك تطلب بعودة جوميز؟ جوميز كان بيورينا حاجات في الكورة بيعملها فنيات وتكتيكات وطريقة لعب مشفناهوش قبل كده، لكن جوميز أصلا راح اشتكى الزمالك في الفيفا علشان مستحقاته الأخيرة إنه مشي وما خدش فلوسه. ويطلع لك واحد زملكاوي يقول لك الأهلي
اجمد. طب الاهلي اجمد فين؟ علشان لما بيمشي اي لعيب بيديله فلوسه كامله وده يهدر للمال العام. يا عم لا، مع اي لعيب اجنبي، اي مدرب، اي حد بيجي بيبقى فيه شروط في عقده. وايش الشروط دي؟ ان هو بياخد الشرط المتفق عليه في العقد، والمفروض النادي يبقى قادر على دفع الشرط ده، لأن اللعيب كده كده هياخده، لأن ده متفق عليه وممضي من كلا الطرفين بالموافقة عليه والدنيا زي الفل. فالأهلي لما بيمشي أي مدرب أجنبي أو أي لعيب بيدفع له فلوسه كاملة، علشان الأهلي مش فاضي المشاكل، عشان استقراره وعشان البطولات اللي بيشارك فيها، عشان كله يعني الأهلي، عشان كله، عشان جمهوره، علشان ما يدخلش أي حد في أي حاجة. الأهلي غني عن التعريف في الجزء ده. احنا عندنا مشكلة مالية، بعد كده إدارية، مش إدارية وبعد كده مالية. طبعا الفترة الأخيرة بعد ما اتسحبت أرض أكتوبر، المجلس الموقر طلع اتكلم إن مشكلة الزمالك المالية بدأت من وقت سحب أرض أكتوبر من الزمالك. طيب واحدة واحدة، حلل الموضوع معايا كده على الهادي كده، حلل واحدة واحدة. أرض 6 أكتوبر اللي سحبت من الزمالك، الأرض دي كانت بتتبني ولا مبنية وبتدخل فلوس؟ يعني الأرض دي بيرجع منها عائد ولا هي محتاجة عشان تقوم من الأرض؟ إيه؟ عقلك وقف ليه؟ الأرض كانت محتاجة علشان تقوم من إيه؟ من الأرض، لأن مفيش أي حاجة فيها ومازال شغالين في الأرض دي. فالأرض دي محتاجة فلوس. طيب مين هيدي فلوس؟ نادي الزمالك، لأن الأرض تخصه. طيب نادي الزمالك مش عارف يخلص مشاكله مع المدربين اللي مشيت من سنين، مع اللعيبة اللي مشيت ليها سنين، يمكن في لعيبة قربت تعتزل واللعيبة اعتزلت، علشان يبني الأرض دي. فأنت دلوقتي لو الأرض كمان هتجيب فلوس، أي استثمارات في السور بتاعها أو أي حاجة من رجال أعمال بتستثمر في الأرض دي مع الزمالك، هيكون الفلوس اللي بياخدها الزمالك هيصرف بيها على الأرض مش أكتر. ده طبيعي، هو الزمالك هيجيب منين؟ ما هو هيصرف على الأرض. مشاكل الزمالك مالية، مشاكل الزمالك مالية. طيب الإدارة عرفت توفر ده؟ طيب الإدارة اللي قبل دي عرفت توفر ده؟ لا، برضه كنا عايشين في نفس المشاكل في الفيفا، وفترة قيد وفترتين قيد إيقاف وغلق 3 فترات قيد و4 فترات قيد، وكانت تحصل مشاكل الدنيا ونرجع نشغل القيد بالعافية. يعني الزمالك احنا يعني لو نلاقي حل للزمالك هيبقى الموضوع أسهل، لكن احنا مش لاقيين كلنا مع بعض كده، الزمالك بمشجعينه وبكل منتمين ليه، مفيش أي حل. دايما شايفين إن الزمالك كل اللي فيه عايز يطلع في الصورة، كل اللي فيه عايز يبقى هو اللي بيطلع في كل برامج، هو وفي الآخر برضه خبط على نادي الزمالك. الزمالك مشكلته إدارية، أنت عندك شيخو بنزا، عبد الحميد معالي، خوان بزيرة، يانيك فيريرا، ده كله عايز يفسخ عقده وكمان هياخد فلوس، ولو ما خدش فلوس دلوقتي وهياخد فلوس عن طريق الفيفا. شوف كم فترة إيقاف قيد، ده رقم واحد. شوف هيدفع الزمالك قد إيه، يعني لو هيدفع دولار هيخلوه 2 لكل واحد فيهم، مش لواحد بس. وده قانون الفيفا، انت هتتأخر طب هتدفع وهتوقف لك قيد، او مش هيفتح لك القيد غير لما تدفع. فالزمالك لما هيدفع بدل دولار فالزمالك لما يدفع بدل دولار 2 دولار هيجيب صفقات منين؟ وهيبقى مضطر كمان يدفع عشان يفتح قيد، ويفتح القيد يا فرحتي، ويجيب صفقات منين؟ الزمالك في ورطة كبيرة. لايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش ان اللايك هيفرق معانا، وشكرا.